يا صباح الفل يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشين كتير جدا جدا جدا. النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض اشهر كلمات او الكلمات الاكثر استخداما في اللغه الايطاليه، وطبعا دي الكلمات المستخدمه كتير جدا في الشارع الايطالي. طبعا كل كلمه هنتعلمها النهارده هكتبها لكم على الشاشه عشان ما اطولش عليكم. يلا بينا. اول حاجه لما بتيجي تصحى بتقول صباح الخير. صباح الخير يعني ايه بالايطالي؟ صباح الخير يعني بونجورنو. مساء الخير يعني مساء الخير يعني بوناسيرا. مساء الخير يعني بوناسيرا. الكلمه بقى اللي كله يعرفها وهو ممكن ما يكونش عارف معناها، يعني ايه كلمه تشاو؟ تشاو يعني مرحبا. لما تيجي تقول لحد نعم، كلمه نعم يعني سي. طيب وكلمه لا يعني إيه؟ لما تقول لحد لا بتقولها له ازاي؟ بتقول له نو. يعني ايه كلمه بارد أو ساقع؟ يعني إيه كلمة بارد؟ فريدو. حر يعني إيه؟ حار. حار مثلا زي الجو حر، فبتقولها إزاي؟ بتقول كالدو. كالدو يعني حار. طب كلمة صح يعني إيه؟ كلمة صح، عارف أنت مثلا تخش الامتحان فيجي لك صح وغلط؟ كلمة صح دي يعني فيرو. كلمة صح يعني فيرو. طيب وكلمة خطأ يعني إيه؟ أو غلط يعني فالسو. لما تيجي تقول لحد بقى شكرا، شكرا يعني باللغه الايطاليه. وخلي بالك الكلمه دي مستخدمه في كل لحظه. يعني انت مثلا رحت محل اديت واحد فلوس يقول لك شكرا. الراجل وهو بيديك المنتج انت بتقول له شكرا. الراجل بيرجع لك الباقي انت بتقول له شكرا، وانت بتدفع الفلوس هو برضه بيقول لك شكرا. فهتلاقي كلمه شكرا. واحد مثلا انت ماشي في الشارع واحد واقف راح موسع لك فبرضه بتقول له شكرا. فهي كلمه مستخدمه على مدار اليوم وبتستخدمها كتير جدا. يعني ايه كلمه شكرا باللغه الايطاليه؟ يعني جراتسيا. وطبعا اخر اليوم بقى بتقول ايه؟ بتقول تصبح على خير. يعني انت داخل تنام بقى فبتقول والدك او والدتك تقول له تصبح على خير. يعني ايه تصبح على خير؟ بونا نوت. بونا نوت. وكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجي لك اشعار بكل فيديو مهم جديد احنا بننزله. وطبعا ما تنساش في اللايك بتاعك، وما تنساش تشار الفيديو ده في كل مكان عشان كل الناس تستفيد زي ما انت ما بتستفاد. اشوفكم في فيديو تعليمي قادم. سلام.